بعد ما اتعلمنا ازاي نعمل اشكال مختلفة، خلونا النهاردة نتعلم ازاي نضيف ونغير حاجات مختلفة للاشكال دي. ازيكم في تالت حلقة في دقيقة مع سكول. النهاردة هنتعلم بروبرتيز مختلفة للاشكال في فيجما. اول حاجة احنا هنا عندنا دايرتين، لو جينا اخترنا اي دايرة منهم بنلاقي ظهر عندنا شوية حاجات في البانل اللي على اليمين. اول حاجة ممكن نغيرها اللاي اوت اللي هي الدايمنشنز او الابعاد بتاعة الشكل. هنا مثلا ممكن نكبر، خلي دي 300. احنا كده كبرنا الويدث او العرض بتاع الدايرة بقى 300، بس الارتفاع متغيرش او الهايت، فخلينا برضو 300. نلاقي الدايرة كبرت معانا. تاني حاجة عندنا الابيرنس، ودي فيها حاجتين، الاوباسيتي والكورنر راديوس. الكورنر راديوس اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. الاوباسيتي دي بقى هي الشفافية بتاعة الشكل، فهي باي ديفولت بتبقى 100%. لو خليناها 50 مثلا في المية بنلاقي ان الدايرة بقت شفافة بنسبة 50%. تالت حاجة عندنا هي الفيل، ودي اللي بتدي لون للشكل. فلو جينا هنا ودوسنا على اللون هنا نقدر نختار اي لون احنا محتاجينه. اخترنا هنا اللون الاحمر مثلا، وهنا اللون الازرق. بعد ما ادينا كل دايره لون، لو جينا وسحبنا الدايره الحمراء دي على الزرق هنلاحظ ان هي فعلا شفافه من الاوباسيتي اللي احنا اديناها قبل كده. ممكن نرجعها تاني 100%، هنلاقي ان هي ظهرت. اخر حاجه عندنا بقى هي الستروك، دي لو ضفناها بتعمل زي بوردر للشكل عندنا. فهنا عملنا بوردر باللون الاسود. نقدر نغير الويت بتاعه، نخليه مثلا 5 كده، بنبقى مكبره بس. وزي برضو الالوان العاديه نقدر نغير الالوان بتاعه البوردر. هنا مثلا ممكن نخليه لونه اصفر. وبكده نبقى اتعلمنا ازاي نقدر نغير ونضيف حاجات جديده للاشكال. لو حابب تتعلم اكتر ابعت لنا عشان تعرف تفاصيل.